السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وزد وبارك على سيدنا محمد. لو عندك عيش بايت ما ترموهوش، تعالي نعمل بيه وصفة النهاردة. وصفة حلوة جدا اقتصادية في عز الغلا اللي احنا فيه ده، هتوفر معاكي. وتعالي عشان تشجعي هنعمل بيها العظمة اللي انت شايفاها دي. طبق حلو جدا، كفتة، كرات لحمة، سميها زي ما انت عايزة، في الاخر هتطلع لك طبق فعلا يفتح نفسك. بس اتمنى منك تقيمي القناة، ولو عجبتك تشتركي فيها، ولايك للفيديو وشير عشان الوصفة دي توصل لأكبر عدد من الناس. تعالوا العيش هتنقعيه لمدة دقيقة واحدة بس، مجرد ما يبتدي العيش يفرول معايا. وعندي نص كيلو من اللحمة وبصلاية كبيرة، ومعايا حزمة بقدونس كاملة. هاخد الورق اللي من تحت، هبتدي اعصر العيش، ما خليش فيه ولا نقطة مية. وفي الكبة هنزل بالبصلاية والبقدونس وهفرمهم الأول مع بعض كده، وبعد كده هنزل عليهم باللحمة. لو مش متوفر الكبة، حضرتك ممكن تفرمي البقدونس فرم ناعم وتبشري البصلاية وتبتدي تعجنيهم بإيدك لغاية ما يتجانسوا مع بعض، وتحس ان اللحمة بدأت تعمل حاجة شبه الخيوط. هوريكي دلوقتي في الكبة هتعمل ازاي. انا بصراحة الكبة متوفرة فاستسهلت وعملت كله مع بعضه. حطيت كله على بعضه وخلطته. بعد ما ضفت اللحمة بدأت أضيف لها العيش المعصور بديل العيش. لو انت مش حابة فكرة العيش، بس هي مش بتأثر في الطعم، بالعكس بتضيف كمية اللحمة وما بتغيرش تماما من طعم اللحمة. هتحسي ان انت بتاكلي لحمة صافي. هبتدي أبهرها: ملح، فلفل اسود، كمون. انا هنا الفلفل الاسود ما كانش مطحون عندي جاهز، فحطيت ملح، فلفل اسود بملح. تعالي اقول لك على البديل. زي ما قلت لك في بديل للعيش لو انت مش حابه فكره العيش: يا اما كوبايه بقسماط، تمام كده، يا اما كوبايه برغل، او كوبايه فول صويا. البدايل كتير بس اوفرهم، ودوت موجود في كل بيت ومتوفر. هو العيش البايت، مش العيش الفريش. العيش البايت هيجيلك لما تنقعيه في الميه هتحسيه في الاخر هيديكي شبه فول الصويا بالظبط. بصي جاتلي اللحمه يعني في الاخر معجونه شبه، لو انتوا تعرفوا كفتة الرز، هتجيلي طرية شوية، يعني هتلزق في ايدي. طبعا هتلزق في ايدي، احنا حاطين البصلاية زي ما هي بميتها، ما تخافيش خالص، مش هيحصل لها اي حاجة. وهوريكي دلوقتي هتعملي ايه. بصي هتجيلك الخليط طري شوية. حاجة من الاتنين: يا تحطيه في التلاجة يمسك نفسه شوية، يا اما تعملي زي ما انا عملت وتجيبي معلقة زيت كده وتبتدي تعوصي ايدك وتكوري. هتكوري كور متوسطة، لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. كور هتشوفي دلوقتي قدامك هي لا هتفك ولا هيحصل لها اي حاجة. طبعا هنا عملت النص كيلو، عامل الكمية الحلوة دي. معايا شوية زيت في الصينية، شوية صغيرين، هتضيف لهم حتة دهن. انا هنا ضفت دهن، حابة اللي هي ضيفي ايه الموجود عندي كل متاح حطي حتة الدهن. ولازم تضيفي حتة الدهن، ما تقوليش هيبقى تقيل، بالعكس هي اللي هتخلي الكفتة معاكي طرية، ويعني مش هتنشف معاكي ولا تحطب ولا اي حاجة. هتحسي ان الكفتة من بره واخدة لون حلو، وفي نفس الوقت جوه طرية وجوسي جدا. تابعي الفيديو للنهاية وهقولك على كل التركات، وفي نفس الوقت هتشوفي قد ايه هي حلوة. بصي هتحطي على قد ما الصينية تاخد من اللحمة، ما تكتريش اكتر من ان هي تاخد. وهتبتدي تشمعيها كده مع بعضها لغاية ما تبتدي تشد حيلها. تمام، انا حطيتها هنا لغاية ما تشمع وتمسك نفسها. هوريكي ان هي مش هتفك معايا رغم ان ما حطاش في تلاجة. اشتغلت فيها بسرعة لاني كنت مستعجلة. لو انت مش مستعجلة ممكن تحطيها شوية في التلاجة تمسك نفسها بعد ما تكوريها. هتنزلي كل ما تحسي ان كمية الكفتة اللي حطيتيها بدأت تمسك نفسها، حطي غيرها، وسعي كده مكان زي ما انتوا شايفين، وبحط غيرها لغاية ما تكملي كل الكمية. بصي العصارة اللي بتنزل من الكفتة مع العصارة اللي نزلت من الدهن. طبعا الدهن حطيناه لغاية مساح خالص، وبعد كده بدأنا ننزل باللحمة. بصي كرات لحمة شكلها فعلا يفتح النفس، وطعمها أحلى وأحلى. أنا واثقة لو جربتيها هتتبني وصفتها، وفي نفس الوقت اقتصادية في الغلا اللي احنا فيه، تضاعف شوية من كمية اللحمة. كل ده كده والنار معايا عالية. تمام. اول ما الكفتة استوت معايا وايدي فيها كده اشوح فيها شمال ويمين، خلاص استوت. هبتدي انزل بقى معايا بصلايه شرايح، طماطمايه، قرن فلفل حراق او قرن فلفل بارد على حسب ما انت بتحبي. وهبتدي بقى اقلبهم مع بعض كده وابتدي ابهرهم. هديهم رشه كزبره صغيره ورشه ملح فلفل صغيره جدا. طبعا رشه الملح الفلفل اللي بحطها دي علشان خاطر الخضار اللي ضفته، انما الكفته متبله. هبتدي في اللحظة دي أهدي النار عليها شمعة لغاية ما الخضار يدبل معايا.
تمام كده، وصفة ولا اروع، انا واثقة هتدعيلي عليها. معايا بقى طبق كده فيه رشة بصل على فلفل على بقدونس، ويكون البصل كده محطوط عليه رشة سماق، هتديله طعم حلو جدا. طبعا بقى معاكي شوية من الخلطة البصل والفلفل دي محطوط في طبق كده على جنب، تعملي سندوتشات كده وتحطي كده من تحت. يعني عايزة اقولك طعم خرافي. جربي وصفة الكفتة دي وهتدعيلي عليها. حلوة جدا، اقتصادية، طبق روعة، هيكفي عدد كبير من الأسرة، يعني احنا اتغدينا منه واللي تفضل الولاد يتعشوا منه. وابتدي بقى اديها رشه كده من على الوش من الخلطه اللي قلت لكم عليها، البقدونس مع البصل كده. البصل ده عايزه اقول لك بيدي طعم للكفته حلوه قوي. اعملي كده سندوتشات وحطي منه كده وادعيلي. بص الكفته عامله ازاي، طريه وجوسي ازاي. طبعا هنا كانت سخنه مولعه وكنتش عارفه حتى امسكها، بس هوريكي قد ايه من جوه هي طريه. بصي، يعني كلها عصارة كده ما شاء الله، وجوسي كده وطرية ومستوية من بره ولونها تحفة بيتكلم عن نفسه. اتمنى بقى الوصفة تكون عجبتكم، ومتنسونيش لايك واشتراك في القناة، ودمتم في رعاية الله. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.